السلام عليكم، عاملين ايه حبايبي؟ انا هعمل رز صياديه للسمك. قلت اعمله معاكم. حطينا حله فيها حبه زيت و... وانا هقطع البصلايه بقى. المره دي مش هعملها في الكبه، نعملها على ايدينا، نغير يعني. هنقطعها. قلت اعملها معاكم. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ايه اخباركم في الصيف الجميل اهو. يوم كده ويوم كده. نقطعه كده صغير. والف مبروك لحبايبنا اللي في الثانويه العامه. ربنا يا رب يرزقهم بكليات جميله على قد تعبهم. والف الف مبروك. عندنا حبايبنا في الثانويه العامه نجحوا. اقول له مبروك يا زياد، لان زياد دون زي ابنه بالظبط. ربنا يكرمك فيه يا ام زياد يا رب، وفي عيالك كلهم، وينجحكم كلكم اللي رايحين الثانويه العامه. ربنا معاكم يا رب ويقويكم كلكم. احنا قطعنا البصله اهو. هي بصلايه واحده قطعناها كده، وحبه زيت صغيرين. نحمرها بقى. احمرت اهي، ما تخافوش. هي بتحمر قوي وبعدين نحط لها الميه. لازم تحمر قوي عشان تعمل لون. هحط ميه كمان. هو لازم توصل للون ده. هنحط بقى التوابل بتاعتنا، كمون وملح وشطه. ده بيديله طعم جميل. بس نتقلب بقى ويغلي، وبعد كده ايه؟ نحط الرز. غسلنا الرز. انا عملت حبه الرز دول، يعني مثلا كوبايه كبيره. هحط بقى ايه؟ احط الرز بعد ما هي غليت. الميه غليت بالبصل. نحط رز قد الميه، ملناش دعوه بالبصل. بس ونقلبه بقى. ما نخليهوش مليان قوي، يعني ما نخليهوش مليان ميه قوي. بس يغلي بقى، يغلي ونوطي عليه.